هنتات في المونتاج. بص بقى، انك تدوس كده وتختار دي وتقلل من 100% لأي نسبة، ده مسموش سلو موشن، ده افكت ممكن نسميه ان انت بتقطع الصورة. ليه بقولك بتقطع الصورة؟ لانه حرفيا برنامج المونتاج بينسخ الفريمات بتاعتك وبيكررها. بص هوريك. فلما تمشي فريم باي فريم هتلاقي الفريم بتاعك بيتغير بعد كذا دوسة على حسب انت نزلت السرعة لكام في المية. فلما تيجي تشغل الفيديو بتاعك كده هتلاقيه بطأ، بس الصورة بتقطع، المشهد مش ناعم، مش سموث. السلو موشن اصلا ان انت في التصوير بتصور بفريمز كتير، يعني 50 فريم فيما فوق. تمام، صورت، تروح على الماتيريال بتاعتك، تدوس رايت كليك، موديفاي، انتربريت فوتج، وتغير الرقم ده ل 25 او 30 على حسب انت عامل التايم لاين بتاعك 25 فريم ولا 30 فريم. فهيقوم فارد ال 50 صورة اللي في الثانية الواحدة دي على ثانيتين، فالفيديو مدته هتتضاعف. فلما تمشي فريم باي فريم كده هتلاقي مع كل دوسة الفريم بيتغير، والمشهد بتاعك بقى سلو موشن ناعم كده سموث، والفيديو بتاعك ما يقعدش يقطع زي الاول. ودي حسبة الفريم بير سكند في التصوير لما تيجي تفردها على تايم لاين، سواء كان 25 فريم بير سكند او 30 فريم بير سكند. اعمل سيف الفيديو، ولو عندك اي اسئلة قول لي في التعليقات.